انا هي اللي قالت لي عدوزتي حملي من لوسك، حيت ولدها اللي هو راجلي ما كيولدش. انا كنت ساكنه في العروبيه ملي كانت عندي 17 عام. زوجوني لدارنا لواحد السيد عنده 30 عام، وحيت هو خدام بعيد انا سكنت مع مو في دارهم حتى هما في العروبيه. المهم بقيت كنشقى وكندير كاع هذاك الشيء اللي في جهدي وحتى داك الشيء اللي ماشي في جهدي. مو كانت صعيبه، كانت كدير معايا الدور ديال العدايزات، ما خلاتش من جهدها. المهم داز تقريبا عامين ربي ما جابش لنا وليدات. قررت انا وراجلي نمشيو لعند الطبيب. الطبيب فحصنا وعطانا شي تحاليل عاده باش غير يرد علينا يقول لنا شنو كاين. بحكم انه هو خدام وما كاينش مشيت انا ومو، وهنا غنتصدموا. قال لنا الطبيب ان راجلي اللي هو ولدها ما كيولدش. مو كانت صعيبه وكانت هي الحاكمه في الدار، كانت كلامها هو اللي خصو يمشي. قالت لي ما تقولي ليه والو، الا سولك قولي لي كلشي مزيان. وداك الشيء اللي كان. رجعنا للدار موراها بعام، وفي هذاك العام تعاملت معايا مزيان، تبدلات المعامله ديالها معايا. ما بقاتش كتكتل عليا في الشقا، ولات كتقول لي انا نحط معاك يدي هنايا، ما تعجنيش انا نعجن، ما طيبيش انا نطيب. المهم ولات حلوه، ولات كتشري لي الحوايج، ولات مهليه فيا صراحه، حتى انا دخلني الشك فيها. واحد ناريات في الليل كنت في بيتي وهي تجي عندي، قالت لي شوفي يا بنتي نجيك للصراحه، انا وياك عارفين ان ولدي ما كيولدش، ولكن راه ضروري خصها تكون عنده التريكه اللي هزوه منين يكبر وحتى الناس ما تهضرش فيه. قلت لها ما فهمتكش خالتي، شنو كتقصدي؟ اشنا هو انا اللي في جهدي وما درتوش؟ انا راه ما عليا والو، كلشي ديال الله. قالت لي انا غنقول لك، عندي لك واحد الحل. قلت لها اتيني بها خالتي، انا معاك. قالت لي ضروري خصك تحملي. قلت لها وكي غندير لها انا هاد القضيه؟ قالت لي من لوسك، كلشي خليه عليك.